مساء الخير على الجميع، أهلا وسهلا فيكم. اليوم وصفتنا المفتول بطريقة رائعة ومميزة. أهلا وسهلا فيكم. هلقيت نحط نص كاسة زيت زيتون على النار. هلقيت نضع حبتين بصل مقطعين ونقلبهم جيدا مع زيت الزيتون. هلقيت نضع دجاجة كاملة مقطعة فوق البصل وزيت الزيتون، ونقلبهم جيدا لمدة 3 دقائق. زيت الزيتون مع الدجاج كتير رائع، بدي نكهة للدجاج كتير طيب، وبنصح الجميع يعملوه بزيت الزيتون. هلقيت بنغمر الدجاج بالماء، نغمره بالكامل. هاي الوصفة أخذتها من الحجة، الله يخلي لكم أمهاتكم. هلقيت نتركها حتى الغليان ونوطي النار على الوسط. هلقيتها بنجيب الزفر تبع الدجاج وبنتخلص منه بالكامل. إخواني اكتبوا لي تحبوا المفتول بالدجاج أو باللحمة. هلقيت بنحط عودين قرفة و4 أوراق غار، معلقة ملح كبيرة، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الهيل الناعم، معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من الكمون. هلقيت نحرك الدجاج مع البهارات. يعني شو بدي أقولكم، ريحة الدجاج يا سلام، ما في بعد هيك. نترك الدجاج لمدة ساعة على النار. لقيت كوبين من الحمص المسلوق نص سلقة، نتركهم لمدة 10 دقايق. لقيت 3 معالق زيت زيتون، نضعهم بطنجرة. لقيت عنا كوبين من المفتول الجاهز، وبنحرك المفتول مع زيت الزيتون جيدا. لقيت عنا 4 أكواب من مرقة الدجاج، نضعها على المفتول. إخواني ملاحظة، الحمص لازم نخمره قبل بيوم. لقيت نص معلقة ملح صغيرة. لقيت رشة نعناع. وهلقيت نحرك الخليط كويس ونغطيه ونتركه لحتى يستوي. وهيك استوى معانا المفتول، وهلا بدنا نقدمه بصحن التقديم. شوفوا ما شاء الله المفتول كيف طالع، حبة بحبتها. وهلا بدنا نقدم الدجاج. ناخد الحمص من مرقة الدجاج وبنزين فيها صحن التقديم، وبنحط جنبها مرقة الدجاج. وهيك صحة وعافية. لا تنسوا تدعموا قناتي وتقدموا وصفاتي لأحبابكم وأصحابكم ليعم الفائدة على الجميع. إخواني لا تنسوا دعم القناة، وأول شي تدعونا على هيك وصفة. ولا تنسوا تدعموا قناتي حتى نكبر فيكم، وتجربوا وصفاتنا على قناتنا أكلات شهية. وكل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. الله يتقبل منكم صيامكم، وشكرا لكم، وأهلا وسهلا فيكم بقناتكم أكلات شهية.